النهارده الكبده بتاعتنا هتكون كبده مش اسكندراني ولا اي نوع كبده انتوا عملتوها قبل كده. النهارده هنعمل كبده الفراخ بس بطريقه حلوه ووليمه هتشبعكم احسن من السندوتشات. اعتبروها بقى غدا، اعتبروها عشاء. هنجيب نص كيلو من كبد والقوانص، هنشطفهم كويس ونقطعهم، ونجيب حوالي 4 بصلات مقطعين في الكبه، معلقه سمنه ومعلقه زيت. هنديلهم تحميره كده لحد ما ياخدوا لون الذهبي، ننزل عليهم بفلفلايه خضرا متقطعه، وبعد كده هنزل بالكبد والقوانص زي ما انتوا شايفين. هديلها بقى تقليبه حلوه كده لحد ما تتشرب خالص، وبعدين الكبده تنشف معانا بالشكل ده. هنزل عليها بملح وفلفل اسود، ومش هنحط اي توابل تاني. بعد كده الاكله دي مش محتاجه اي نوع توابل، هي طعمها كده بيبقى مميز وطعمها حلو جدا. هنسيبها بقى تستوي كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هبتدي ان انا هطلع الكبد والقوانص كده في طبق لوحدهم. تعالوا اقول لكم النهارده على الوليمه اللي احنا هنعملها. هنجيب توابل الكبسة